السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول كلامنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله النهاردة هنعمل احلى صينية جلاش محشية بالكنافة، حاجة كده جميلة جدا. من مكونين هنعمل وصفة جميلة جدا بطريقة جميلة جدا. ووصفة اليوم النهاردة البقلاوة بحشو الكنافة، حاجة بسيطة، او الجلاش بحشو الكنافة. معايا لفتين علشان انا هعمل صاج كبير. اللفة الاولانية كده زي ما حضراتكم شايفين هفرطها واحدة واحدة كده، لازم أن يكون واحدة واحدة كده. وكل اللي هتفرطيها هتحطيها طبعا في فوطة انتي بتجهزيها عشان تبقى سهلة معاكي وانتي بترصي لفات الجلاش بتاعتك. وكده انا اكون لفتها كده، فرطتها وحطيتها في في الفوطة عشان القلاش بسرعة بينشف معايا. طبعا نص كيلو كنافة، عليه كوباية زبدة كده زي ما انت حضرتك شايفة، او سمنة بلاش الزيت، ما تجمعهمش في بعض. وكده اكون انا دوبت الكنافة بتاعتي في الزبدة بتاعتي كده. ما شاء الله ما شاء الله، ريحتها جميلة جدا. حابة تحطي سكر بودر بس انا ما حطيتش بصراحة عشان السكر بينشف الكنافة شوية. هدهن الصاج بتاعي كده حوالي 4 معالق زبدة كده، لازم تدهنيه كويس بالطريقة دي، او سمنة، اي مادة دهنية عندك هتدهني بيها. طبقة طبقة كده بتاعة القلاش هدهن بيها بين كل طبقة وطبقة حاجات بسيطة من السمنة بتاعتي كده بالطريقة دي. ما شاء الله كان عمايله سهل ويومه جميل جدا، وكانت حاجة بصراحة جميلة في الشتاء ده. عايز حلويات وعايز معجنات، فان شاء الله اللي نفسه في حاجة يكتب لي في التعليقات. بين كل طبقة وطبقة زي ما قلت لكم هدهن الطبقات بتاعتي بالسمنة كده لغاية لما اخلص اللفة الاولانية. انا الصاج بتاعي كبير، فخد لفة من تحت ولفة من فوق وفي وسطهم الكنافة. وطبعا الكنافة عشان تهريها كويس تحطها في الفريزر بياتية، تكون جايباها قبلها بيوم هتقطعها معاكي على طول. دي كانت احلى وصفة معايا. هنزل بالنص كيلو كنافة بتاعي كده ووزعيه على الصاج بتاعك كده. انتي لو حابة تعمليه، لو عندك عزومة ممكن تجهزيه من بالليل عادي، مش هيجرى له اي حاجة. والحلويات لما تبات لتاني يوم بتبقى اجمل ما هي معمولة صبح. لازم تكبسي الكنافة بتاعتك كده بعد ما تحطيها وتوزعيها، ومعلقتين زبدة كده من على الوش كده بالطريقة دي. حاجة بصراحة ما شاء الله كانت ريحتها جميلة جدا. لو حابة تحطي مكسرات، حابة تسيبها سادة، ده حاجة يعني ترجعلك. انا بصراحة ما حطيتش، استكفيت بالكنافة بس. وطبعا انا عاملة الشربات بتاعها، مش كل مرة هصور الشربات، طبعا انت عرفتوه. كوبايتين 2 سكر مع كوبايتين مية، رشة فانيليا وعصرة ليمونة ومعلقة عسل كلوكوز. بصراحة معلقة العسل الكلوكوز دي بتفرق كتير، مش بتخلي الشربات بتاعك يسكر، بيظبطه. 10 دقايق كده وتفعليه. وكده هغطي الطبقات التانية بتاعت القلاش الكنافة بتاعتنا كده بالطريقة. وظبطي لو ورقة اتقطعت منك انت بقى هندسي بقى معاكي الصينيه بتاعتك، وانت حابه تخليها شكلها حلو بايدك انت. ما شاء الله كانت الصينيه ما شاء الله عليها بالطريقه دي، حاجه جميله جدا. ما شاء الله. اللي وصل معايا الفيديو لغايه هنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويشترك في القناه ليوصل لكم كل جديد من مطبخ اكلك احلى مع ولاء. وطبعا بين الطبقات اللي فوق الكنافه هندهن نفس الطبقات اللي تحت، هي هتبقى نفس الطبقات اللي فوق. طبعا هنقطعها قبل ما ندخلها الفرن، وتكوني طبعا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 عشان يستوي معاكي وما ينشفش معاكي. وكده انا اكون قطعت الصينية بتاعتي. دي التقطيع دي حاجة ترجع لك، حبة كبيرة حبة صغيرة، دي حاجة بصراحة عندك انت. نص كوباية زبدة كده وشربي الصينية بتاعتك، علشان انا الصينية بتاعتي كبيرة، فانت لو صينية صغيرة طبعا انت عارفة مقدار الصينية بتاعتك في الزبدة. لازم الولاش كده يعني تظبطيه في الزبدة بتاعته، هيديكي طعم جميل جدا. بلاش يا جماعة زيت التموين يدخل في الحلويات الشرقية. لو حابة تحطي تضيفي زيت هتحطي ربع كوباية زيت
على كوباية السمنة بتاعتك علشان ما ينشفش الحلويات. طبعا الشربات بتاعنا ساقع والصينية لسه خارجة. كان نفسي ان انا اسمعكم طشة القلاش بتاعتك وانت بتسقى الشربات كده. وطبعا بعد ما تسقي كده روحي مغطياه، هيشرب مع بعضه. هو بصراحة مقرمش خالص وجميل جدا، والكنافة بتاعته مستوية من جوه وهوريكم كده. انا غطيته على فكرة، بس المقطع بتاع التغطية اتقطع مني. حابة بقى تزيني زي ما انا بحط كده. معايا سوداني مطحون، ومعايا طبعا جوز الهند اللي انت حابة بيه. عندك مكسرات، اي مكسرات عندك ممكن تستعمليه كده. زي بالطريقة دي حطيت على كل قطعة كده شوية مكسرات. راحة فين انت وهي؟ حطي اللايك، ما تنسينيش في اللايك، ودعوة حلوة ليا كده في التعليقات. وده كان شكل الصينية بتاعتنا النهاردة. ما شاء الله، الله اكبر. كانت طعمها جميل جدا وحاجة جميلة. فطار وعشاء ما شاء الله، مع كوباية شاي بحليب. بألف هنا على قلبكم. يا ريت تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم، وقولوا رأيكم في التعليقات كده. ما شاء الله. تعالي بقى اما اشيلك كده قطعة كده واوريكي الجمال والحلاوة بتاعتنا. ما شاء الله، الله اكبر. في الطبق بتاعي شوفوا القطعة بقطعتها عشان انا مقطعاها كويس. ما شاء الله، شوفوا طعمها جميل جدا. حابة تحط مكسرات، مش حابة دي حاجة ترجعلك، بس انا بحب بصراحة اي حلويات عندي احط عليها جوز الهند وسوداني وحاجات من كده. ما شاء الله، شوفوا مقرمشه ازاي. شوفوا الكنافه ما شاء الله، جميله جميله جميله. يا ريت تجربوها بالطريقه دي وتقولوا رايكم. ما شاء الله، بالف هنا على قلبكم يا رب. مفيش تسلم ايدك يا لولو. ما شاء الله، شوفوا جميله جدا. ولا حمرنا الكنافه ولا اي حاجه، وحطيناها يا دوبك دوبنا فيها نص كوبايه زبده حلو كده. ما شاء الله، شوفوا الجمال. حاجه كده بصراحه جميله جدا. ما شاء الله. ياه، جميلة جميلة والله، طعمها روعة. يلا ان شاء الله. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين.